المنتخب السنغالي أسود التيرانجا بالأخضر والأصفر. وينطلق اللقاء في تشكيلة المباراة. الشناوي يبدأ في حراسة مرمى منتخب مصر، 4 لاعبين في الدفاع. فتحي رقم 7 كابتن وقائد منتخب مصر في هذه المباراة إن شاء الله. في الجهة اليمنى قلبي الدفاع علي جبر، وأول تسديدة وأول محاولة ده النني يسدد ويجرب ويطلق أول طلقة تحذيرية في هذه المباراة من محمد النني. عماد متعب يقود الهجوم بعد غياب العمدة، يعود لمكانه وبإذن يضغط. الضغط المصري موجود واضح من البداية. وليد سليمان ينجح الضغط، يضطر ان هو يلعب الكرة اي حاجة للامام، وتعود تاني الكرة والشناوي يطير والكرة تخرج الى ضربة مرمى في اول هجمة وفي اول كرة خطيرة على مرمى المنتخب المصري. استلام على حدود منطقة الجزاء، ومامي بيرام ديوف نجم ستوك سيتي واللي فضل المدرب ضربة حرة المنتخب السنغالي تتلعب داخل منطقة الجزاء. جول، خطأ دفاعي ويخرج الشناوي بشكل غلط هو كمان، ومامي بيرام ديوف يكرر ما فعله في مباراة الذهاب، يسجل هذه المرة برأسية من كرة ثابتة. كتير حذرنا منها، كتير قلنا واتكلمنا، الدفاع لم يتعامل بشكل جيد، والشناوي ايضا خرج ويبدو ان هو كمان اصيب في هذه اللقطة. هدف مبكر يعقد المباراة اكتر واكتر. خلينا نشوف الإعادة. اتلعبت من ديوب وخرج الشناوي، لكن اشك ان رقم 2 بوجي كان متقدم خطوتين لحظة لعب الكرة. معرفش، الكرة محتاجة ان هي تتعاد شوية، وممكن يعتبروه انه لم يتدخل في اللعبة على اعتبار انه ما لمسش الكرة، لكن في كل الاحوال خطأ يتحمله، خطأ مشترك من الدفاع ومن الشناوي. على اي حال علينا ان نحاول لعبة الكرة للنني. النني أمامية في مساحة لصلاح، استلم صح صلاح طالب، وخرجت الكرة لضربة ركنية لمنتخب مصر. العودة السريعة مهمة، إعادة الأمور لنصابها سريعا مهمة. شوف صلاح استلم برجله الشمال، لكن تلمس الكرة في بوجي وتطلع لضربة ركنية. هيلعبها وليد برجل الشمال، وليد سليمان من ناحية اليمين، تتلعب ورأسية يبعدها الدفاع، ومرة تانية الكرة لسه خطيرة. إبراهيم صلاح يعيدها، وليد سليمان برجله اليمين المرة دي، وفرصة علي جبر لكن يبعدها الدفاع السنغالي. ترجع الكرة تاني صبري رحيل، وتسديدة من بعيد. صاحب التسديدات اليسارية القوية القاتلة صبري رحيل في مباراته الدولية الثانية فقط، ومشكلة في مركز الظهير الايسر. قلت مش عايزين نتكلم عن الغيابات والناس المصابه واللاعبين، يعني عمرو جمال بكل تاكيد خساره كبيره في القمه. ترجع الكره مره ثانيه، 54% امتلاك الكره والاستحواذ لمصر مقابل 46%. ادي وليد سليمان يسدد الكره والنني، لكن ترجع والله ممكن دفاعهم مهزوز. اتلعبت لمحمد صلاح، ترجع مره ثانيه لاحمد فتحي على الارض، وعماد متعب فاضي، لكن اتقطعت بعد التأخير في التصرف في الكرة. وابراهيم صلاح ابراهيم صلاح يرتكب خطأ النني لابراهيم صلاح، وفرصة للتسديد. تريزيجيه يعمل هات وخد او 1-3 تحديدا، وتريزيجيه يلعبها في اتجاه المرمى، لكن تعلى الكرة فوق. لكن بقول لكم نشيط ومتحرك وجاي، يعني هيجي. عليت الكرة فوق وخرجت لضربة مرمى. نص الشوط الأول في هذه المباراة. نبعد عن اللعب الروتيني، الألعاب المتوقعة. هو ده وليد، يلا جول. محمد صلاح في أقرب كرة للمنتخب المصري بلعبة فيها إبداع بعيد عن اللعب المتوقع، الألعاب المتوقعة واللعب الروتيني. لعب ايجابي ولعبه فيها ابداع. احمد فتحي يلعب الكره، وليد سليمان
مرة تانية وليد يخلصها جميلة، وهناك فاضي، اتلعبت من تريزيجيه لصبري، وصبري عرضية ويبعدها الدفاع، وتاني سدد يا راجل، بيبعدها وتاني صبري. هو ده الضغط، اضغطوهم، اربكوهم. السنغالي على بعد 10 ياردات يدي إشارة البدء. تريزيجيه لا 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 لا، قوية أقوى من اللازم. لكن على أي حال لسه الشوط الثاني طويل، وهدفين إن شاء الله يأدوا المهمة. كرة وصبحي، يخرج صبحي، وصفارة من حكم اللقاء، وضربة حرة لمنتخب مصر من مامي بيرام ضيوف. تاني ادي الفاول، ادي الخطأ. دفعة، لمسة يد واضحة من ضيوف لاعب الأجيال الذهبية اللي مثلت المنتخب المصري واللي ارتدت قميص وفانيلة المنتخب المصري. كرة في العارضة ومحمد صبحي يتابعها، ولحسن الحظ تخبط وتخرج. ديوب رهيب بفضع ليفانتي رهيب. بابا كولي ديوب نجم السنغال في الشوط الاول، هذا اللاعب رقم 5. خلينا نقول ان حتى في عز الاجيال الذهبيه وكل الاسماء الكبيره اللي مثلت المنتخب مصر ومثلت الكره المصريه في مواجهاتها ضد السنغال، كانت دايما المواجهات صعبه. اظبط تريزيجيه بالقدم اليمنى يلفها جميله، ويخرج كوندول والمرمى فاضي. يلا صلاح، وتاني والزحمه ترجع الكوره بعد هذه الاستراحة القصيرة، ونتمنى أن تتغير الظروف وتتغير المباراة للأفضل بإذن الله. شكرا لكم. يبدأ الهجمة ناحية اليمين مع فتحي، استلام من النني جميلة لمتعب، هيلف متعب، يرجع ويحسب الكورة فاول للنني. إبراهيم صلاح، وليد، أحمد فتحي، يجري وليد، اتلعبت فعلا لوليد سليمان لعماد متعب، وحكم اللقاء طريق. لا على اي حال خلينا في المضمون. 48 دقيقة. الشيخ كوياتي يلعب الكرة الخلف، وتمريرة أمامية ناحية اليمين لستيفان بادجي، عرضية خطيرة جدا. 2 سنغاليين بيطيروا على الكرة، يستعيد الكرة مرة أخرى، يلعبها ناحية اليمين، وانطلاقة جميلة، والعرضية تظبط العرضية. مش ممكن كام مرة في المباراة ممكن تجي لك فرصة زي دي تخترق وتعدي وتمر وتتلعب بالعرض وإنهاء الهجمة. واحد يكون مستني هنا. وليد سليمان، تطلع الكرة بره. محمد صلاح ينطلق من ناحية اليمين، يمر من الكل، يغربل الدفاع السنغالي، ويلعب الكرة هدية الدولية الأولى. يعني شوف كام واحد بيلعب مباراة الدولية الأولى أو الثانية الآن. علي جبر يا ولد، يخلصها علي ويمسك محمد صبحي، من حقه يمسك الكرة على الأرض ناحية اليمين. حازم إمام في أول لمساته أمامية جميلة جدا، انطلاقة من صلاح على رجل الشمال. خلص يا صلاح، لعبها لكن تصطدم بالدفاع. ترجع الكرة تاني من ضيوف، كرة لحازم، عرضية من حازم وعماد متعب، وتاني فرصة لأحمد فتحي، لعماد على حدود منطقة الجزاء، يعيدها للخلف تاني لتريزيجيه. يتسرع ويشوط. خلي التسديد دايما هو القرار الأخير، الاختيار الأخير. كمل الهجمة، كملها للآخر. محمود حسن تريزيجيه يسدد، يجرب من خارج حدود منطقة الجزاء. ادي فرصة حازم إمام وفرصة صلاح. تشجيع جنوني الآن من الجمهور ساعد وحكم اللقاء ان هم يحسبوا رمية تماس لصالحه. اتلعبت الكرة، وليد سليمان أسرع. وليد سليمان بمجهود فردي رائع، ينطلق من نص الملعب، يخترق ويمر من الجميع.
وتتلعب الكرة لكن فوق العارضة على رجله اليمين، جات له على اليمين، جات له على اليمين، لكن شوف الكرة رايحة فين، يا دوب فوق أسرع الحاوي الفنان يحمل في قدمه اليسرى امال الجمهور المصري في هذه الدقائق وفي هذه الكرة تحديدا. وليد سليمان والحائط البشري، ووليد تخبط وتلمس في الحائط البشري وتطلع الكرة بره لضربة ركنية. ضربة ركنية لمنتخب مصر. من تريزيجيه يلعب الكرة على الارض، ترجع تاني تريزيجيه، يقرب صبري، يلفها صبري، عرفة ورأسية علي جبر هو اللي يطير على الكرة ويحاول براسه لكن تمر بجوار القائم وتخرج إلى ضربة مرمى. محمد نجيب كان متقدم هو كمان، وضربة المرمى. محمد نجيب سخو يجري منه، يلعب عرضية خطيرة جدا، ساديو ماني يلعبها بليسنج في الزاوية البعيدة لكن تروح عند الراية الركنية البعيدة وتخرج لضربة مرمى. محمد صبحي ضربة مرمى لمنتخب ادي اعادة الهجمة، عرضية ساخو بيافرا ساخو او ساكو. حازم يكمل، يقرب له صلاح لكن حازم يرفع الكرة، مش ممكن يا راجل. عرفة السيد امام المرمى ويضيع اول اهدافه الدولية وكان هيكون اغلى اهدافه الدولية كمان. هدف ينقذ مصر من الهزيمة امام السنغال، لكن عرفة يلعب الكرة في الزاوية البعيدة رغم ان القريبة اسهل، رغم بعيدة ايه وقريب، المرمى كله مفتوح، لكن خلاص هي مش عايزة احمد، مش كلام، حمل كبير. وحازم امام صفارة من حكم اللقاء، ضربة حرة، وحازم يصيب في دم حكم اللقاء، اجبر حازم امام انه يطلع بره للعلاج. حكم اللقاء مصر، والا الحازم اللي هو يعني العنصر المصري الاخطر في الدقائق اللي خلاص خلص، سمح له بالنزول ولا ايه؟ قال له لا تعالى لف، انزل من نص الملعب الناحيه الثانيه حكم يعني خلاص بقى، شوف حازم امام هيلف الملعب كله. والضربة الحرة من ناحية اليمين وبالقدم اليسرى وليد، يلا واحدة، لكن كوندول ويمسكها من مرة واحدة وما تقعش الكرة من ايده وما يغلطش، وبثبات وبثقة. واليوم بالفعل في هذه اللحظة يعلن تأهل المنتخب السنغالي كفريق ثاني في هذه المجموعة السبعة الصعبة